السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد على القناة محبي الطبخ مع ليلى. اليوم بإذن الله غادي نشارك معكم تحلية كتجي رائعة بزاف، كتجي لذيذة كريمية ولعشاق البرتقال كتجي رائعة بزاف. هاد التحلية إن شاء الله غادي نوجدوها هكا لشهر رمضان على الأبواب. غنحتاجو بزاف هكا للتحليات للفطور وحتى للسحور. كنتمنى من كل قلبي لا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش ليا بلايك، شاركوا في القناة عجبكم المحتوى ديال القناة وفعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل ما هو جديد. بلا ما نطول عليكم غندوزو المكونات والطريقه في نفس الوقت. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات اللي عندنا في هذه التحليه هذه، هنايا عندي نصف لتر ديال الحليب و3 المعالق ديال السكر، من 2 حتى 3. اللي بغى ينقص هكا شويه الحلاوه تقدروا انكم ديروا غير 2، ولكن 3 راه هي هذه كتجي حلاوه مزيانه. هنا البنات عندي فلون ديال البنان، تقدروا انكم تعوضوه بفلون ديال الفاني، ولكن ديال البنان كيجي رائع بزاف في هذه الوصفه هذه وفي هذه التحليه هذه بصفه عامه. هنايا عندي 3 المعالق ديال النشا يكونوا عامرين. بعد ما ضفت المكونات كامل كنخلط كلشي على البارد وكنديرهم فوق من النار مع التحريك المستمر، ودائما النار تكون شويه معتدله حتى كتعقد لينا الكريمه. صافي هنايا بعد ما عقدت لينا الكريمه وجدات، انا غنضيفها في شي زلافه هكا تكون هكا واسعه شويه، وكندير عليها هذيك الكريمه، ومن بعد غنضيف عليها هكا البلاستيك. ضروري خاصي الملمس ديال الكريمه تمس لينا البلاستيك، وكندخلوها هكا الثلاجه او كتخلوها على برا حتى كتبرد لينا تماما. صافي هنايا بعد ما وجدت يعني الفلون ديالنا بعد ما برد او الكريمه الاولى بعد ما بردات، هنا غندوزو باش غادي نكملوها. هنايا عندي كاس ديال الكريمه السائله، تقدروا انكم تعوضوها بشونتي. هنا غادي نطلعها مزيان حتى كتطلع لنا ديك الكريمه مزيان، ومن بعد غنضيفوها على الفلون اللي وجدنا قبل. هنايا الفلون ديالنا بعد ما برد، هنا غادي نخلطو شويه وكنضيفو على هذيك الكريمه وكنزيد مازال نطرب. صافي البنات هنايا غادي نطربها مزيان حتى كترجع لينا كريميه، حتى كنسجموا لنا المكونات بجوج ما بين الكريمه السائله والفلون اللي وجدنا. صافي هنا كنخلط كلشي مزيان، ومن بعد غادي ندوزو باش غادي نقادهم في الكيسان ديالنا. صافي هنايا بعد ما وجدت الكريمه بالنسبه للطبقه الاولى، هنا غندوزو باش غادي نحضروها في كيسان. هنايا بالنسبه للكويسات البنات، هنايا ضفت البسكوي، اي بسكوي عندكم كطبقه اولى، ما بغيتوش تضيفوه ماشي بالضروره، تقدروا تخليو غير الكريمات اللي غادي نديرو، اولا كديروا هكا الوسط، حيت انا غادي ندير 2 طبقات ديال البسكوي، كنديرها في كطبقه ديال في الاسفل والوسط ديال الكريمات. صافي هنايا درت لي بسكوي، تقدروا انكم تزيدوا مازالت يعني بغيتو شويه يكون معلك اولا كيكون شويه فازك، تقدروا انكم تزيدوا ليه هكا الحليب اولا كتزيدوا ليه هكا الليمون. انا غادي نخليه عادي. صافي وانا غندير في الكريمه. هنا بغيتو ديروها في البوش اولا كتخدموا عادي غير بمعلقه، انا غنضيف غير بالمعلقه. بالنسبه للبنات الكيسات تقريبا عطاوني 8 ديال الكويسات. انا هاد الكويسات اللي عندي 6، وعندي واحد 2 اخرين ديال الفلون ديال الفران غادي تشوفوا معايا في الاخير. صافي انايا كنضيف الكريمه من الوسط، يعني عادي حاول انكم ما تعمروهاش بزاف لان مازال غنديروها كطبقات. هنايا صافي ضفت يعني غادي نعمر الكيسان ديالنا كاملين، ومن بعد غنضيف عليهم عاوتاني طبقات ديال البسكوي على هذا الشكل هذا، وغنزيد مازال طبقه اخرى ديال الكريمه. صافي كنبقى حتى كنكمل الكويسات ديالي كاملين على هذا الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا. وما تبقى كيف ما قلت لكم البنات راه كنعمر مازال الكيسان اللي عندي ثاني، كيف ما قلت لكم راه خرجوا لي 8 ديال الكيسان، تبارك الله كميه اللي هي مزيانه. صافي هنايا بعد ما درت الطبقه ديال الثانيه ديال البسكوي، هنا غادي ندوز باش نعمرها بالكريمه من الفوق. ثاني هنايا بالنسبه بعد ما غادي نعمرها كامله، غادي ندخلهم هكا المجمد بما وجدت الكريمه الثالثه ديال الليمون اللي غادي نديرو. هنا البنات تقدروا انكم تزيدوا الفواكه اللي عندكم هكا، تقدروا انكم ديروا الفريز، البنان، المهم اللي بغيتو، اولا كتخليوها عادي كيف ما درنا لها كيف ما درت لها انايا. صافي البنات غادي نكمل كلشي، ومن بعد غندوزو باش غادي نحضروا الكريمه ديال الليمون كيف ما قلت لكم. ضروري البنات نحطوها هكا في المجمد تقريبا واحد 10 ديال الدقائق تتشد لينا شويه في راسها، لان غنديروا على الطبقه الثانيه ديال الكريمه ديال الليمون اللي غتكون شويه سخونه باش ما يذوبش لينا هذيك الكريمه. صافي هنايا بعد ما كملت الكريمه ديالنا كاملين كنحاول اني نقاد ليها الوجه ديالها بالظهر ديال المعلقه، وغندخلهم كيف ما قلت لكم المجمد بما وجدنا الطبقه الثانيه. هنايا عندي 2 كيسان ديال العصير ديال البرتقال، فلون ديال الفاني، عندي معلقه كبيره ديال النشا اولا كريم باتيسير اللي متوفر عندكم،
وهنا عندي معلقه كبيره ديال السكر، دائما على حساب الذوق. بالنسبه للليمون انا عندي حلو، ضفت غير معلقه كبيره. الا كان شويه هكا محلوش تقدروا انكم ديروا حتى 3 معالق ديال السكر. صافي كنضيف كلشي، كنخلط كلشي على البارد وكنديروا مع النار مع التحريك المستمر حتى كتعقد لينا الكريمه، ودائما النار تكون معتدله. صافي هنا البنات بعد ما وجدت لي الكريمه كنحاول اني نبردها شويه بهذيك بالمعلقه حتى كتفري شويه، ومن بعد غنضيفوها على الطبقه الثالثه او الثانيه ديال الكريمه اللي ضفنا. صافي هنا البنات كنحاول ان نعمر هذوك الكويسات كاملين بالكريمه، وما تخلوهاش حتى تبرد بزاف لان غادي تعقد لكم. يعني معروف بان الفلون يعني كيعقد ومازال دايرين فيها نشا، يعني غير بقاو تحركوا فيها هكا بالمعلقه حتى كتدفى لكم شويه وضيفوها هكا على الكريمه. صافي البنات هنا بعد ما نكمل الكويسات ديالنا كاملين ديال الطبقه الثالثه والاخيره، من غنكملوهم غادي ندخلوهم هكا للمجمد او للثلاجه تحت، راه ما كياخذوش وقت بزاف. يعني الطبقات راه دغيا، بالنسبه للطبقه الثانيه راه بارده، والطبقه الثالثه حتى هي دغيا كتشد، يعني دغيا كتماسك، يعني دغيا كتشد في راسها، يعني محتاجيش لا انها يعني تجمد بزاف. تقريبا درتو في المجمد وحاجه 10 ديال الدقائق كتكون موجوده. صافي البنات هنا غادي نعمر الكيسان ديالنا كاملين ومن بعد غندخلوها تبرد. انا تقريبا غنديرها في المجمد تقريبا كيف ما قلت لكم قبل واحد 10 ديال الدقائق، يعني صافي غير تبرد لينا شويه كيف ما قلت لكم، راه دغيا كتشد في راسها، غير تبرد وكنخرجوها وبالصحه والراحه. صافي البنات هنايا غادي نكمل الكويسات ديالنا كاملين كيف ما غادي تشوفوا معايا. بالنسبه للكيسات الثاني 8 ديال الكيسات كيف ما قلت لكم اللي خرجت ليا هاد التحليه هادي راه كتجي رائعه بزاف البنات، صدقوني غير جربوها. بالنسبه للطبقه ديال البرتقال او الطبقه ديال الكريمه ديال الفلون اللي درنا كتجي رائعه بزاف. وهنا كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو كنحتاجوا هكا بزاف، يعني في الفتره ديال رمضان، يعني بالنسبه للسحور او حتى الفطور، واغلبيتهم كنبغيو نحتاجوا هكا شي حاجه تكون حلوه وبارده في السحور. وهاد التحليه هذه ان شاء الله راه غادي تعجبكم، غير جربوها وباذن الله راه غتعجب اي واحد داق عندكم لعائلتكم. بالخصوص بالنسبه للوليدات الصغار غادي يحماقوا على هاد الكريمات هادو. صافي البنات بعد ما كملت الكريمه ديالنا كاملين، انا شوفوا معايا البنات الكويسات اللي قلت لكم ديال الفلون خاصين بالفران. صافي غنخليهم حتى كيبردوا ومن بعد غتشوفوا معايا الطبق، يعني التقديم ديالهم او الشكل ديالهم كيفاش كيكون، التماسك ديال الكريمات ديالنا كيفاش كتكون في الاخير. شوفوا معايا البنات كيفاش كتجي رائعه بزاف، كيجيو الطبقات متماسكين وكريميين، كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى من كل قلبي اللي عجبكم فيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلايك، اشتركوا في القناه اللي عجبكم المحتوى ديال القناه، وفعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل ما هو جديد. خليت لكم راحه، ولا فيديو قادم باذن الله تعالى.